السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم اسماء منصور. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل حمام. الحمام طبعا من الاكلات الجميله جدا والحلوه قوي بالذات في الشتاء. هنعمل حمام بحشوه الرز، هنعمل له حشوه جميله جدا. احنا كلنا بنجرب وصفات كتير، بس طبعا بتفرق كلها في التوابل اللي احنا بنحطها في الحمام، علشان هو ده اللي بيديله الطعم المميز بتاعه. نعمل بقى الحمام بتاعنا، طبعا ده مغسول كويس جدا واتنقع في ميه، في ميه بملح، محلول النقع بتاعه مش اقل من ساعتين. نروح نعمل الرز بتاعه. نيجي بقى في حله على النار، حاطين فيها معلقتين زيت، هننزل ببصلايه متوسطه، نشوح في البصله بتاعتنا شويه. البصله بتاعتي بتتشوح على النار، اول ما تبدا تدبل هننزل بقى بالقوانص والكبد بتاعت الحمام. البصله بتاعتي اخدت لون ذهبي، دبلت شويه، انزل بالقوانص بتاعت الحمام واشوحها برده دقيقه كده على النار. وانا بشوحها بقى، قبل ما احط الكبده احط التوابل بتاعتي. ايه هي التوابل؟ ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من الشاي ملح، ومعلقه برده فلفل اسود. فلفل اسود بيدي لها طعم حلو قوي، ونص معلقه كمون، ونص معلقه من القرفه. القرفه بتدي طعم حلو قوي. انزل بقى بالكبد بتاعتي، اشوحها كمان دقيقه، واجي بقى انزل بالرز بتاعي مغسول طبعا كويس. الرز قد ايه؟ لكل حمامه بتاخد نص كوبايه رز، نص كوبايه رز، وهي لسه الرز ما استويش. يعني الاربع حمامات دول واخدين كوبايتين من الرز. اشوح بقى فيهم دقيقه كده، وانزل بالميه السخنه بتاعتي علشان نسويه. احنا مش هنسويه سوا كامل، يعني عايزين 3/4 السوا بتاعه، مش اكتر من كده. مش عايزه اقول لكم ريحه القرفه مع التوابل الجميله اللي احنا حطيناها عامله ريحه جامده جدا. خلاص الرز بتاعي اتشوح بالمنظر ده. انزل بقى الميه مغليه، كفايه قوي الميه دي علشان احنا مش عايزينه يتهري معانا. احنا يا دوب هنسويه من نص ل3/4 السوا بتاعه. نسيبه بقى يستوي وبعدين نحشي الحله. خلاص الرز بتاعنا استوى، شرب الميه اللي احنا حطيناها كلها، ومفلفل مش معجن بالشكل ده. هاخده بقى وانزل بيه في طبق علشان يبرد ونحشي بيه الحمام. نزلت بقى بالرز بتاعنا اهو في الطبق علشان بس يبرد شويه. احشي بقى الحمام بتاعي. طبعا الحمام ده انا هنا جيت تحت الجلد كده ودخلت صباعي بس بالراحه قوي علشان افصل ما بين الجلد واللحم بتاع الحمام. اللي ما يعرفش يعمل الخطوه دي او صباعه بيبهدل الحمامه، بياخد ظهر المعلقه كده وبندخل كده بالراحه علشان نسلك كده ما بين الجلد واللحم. احشي بقى الحمام بتاعي بسم الله. طبعا الرز لسه سخن جدا. اللي برضو مش بيعرف يحشي الزور من الناحيه التانية
علشان بيبقى فيه طبعا الرقبه بتاعتنا. بيحشي كده، بيدخل كده وبصباعه بس كده يزيح شويه الرز لقدام وهو هيطلع من الناحيه التانيه بالشكل ده. او نيجي من الناحيه التانيه كده من عند الرقبه وندخل ونحشي بالشكل ده. بس مش عايزين طبعا نكربسه قوي، يعني نخليه مليان علشان ما يفرقعش مننا وهو بيستوي. اهو بالشكل الجميل ده. وتحت الجلد طبعا هنحشي كده، وبرده مش عايزين نكبسه قوي علشان هو كمان ما يفرقعش. ونحشي الجنب التاني. نتعامل معاه بالراحة علشان الجلد بتاعه بيبقى رقيق جدا. نحشي برضو بالمنظر ده، ومن جوه مش هنكبسه. خلاص كفاية عليها كده. وبنيجي بقى نقفلها كده، بندخل رجل من هنا وطبعا الرجل التانية من الناحية دي. اكيد انا مش اشطر منكم يعني. والحمام بتبقى معانا بالشكل ده. هكمل بقى الكمية كلها وناخده نسويه. خلاص بقى خلصت الحمام بتاعي، حشيته كله بالشكل ده. نيجي بقى في حله على النار فيها ميه تكون بتغلي. مش عايزين ميه بارده زي الفراخ، لا احنا عايزينها تكون بتغلي. ليه؟ علشان خاطر لما انزل بالحمامه بتاعتي من عند الرقبه بتاعتها بتروح قافله على طول. ميه السخنه بتخليها تقفل على طول، فبالتالي مش بتسرب الرز بتاعنا. الحله بقى انا حاطه فيها ورق لورا، وحاطه فيها طبعا عود قرفه، وهحط كمان طماطمايه. وانزل بقى والميه بتغلي كده انزل بالحمام بتاعي بالشكل ده. بنزل بيه من عند رقبته كده. وبستنى بس اشوف لو هيطلع من على الوش ريم، اللي هي الماده البيضاء اللي بتطلع على الوش دي، بشيلها. ما طلعش خلاص بحط بقى الملح والفلفل الاسود وبسيبها ساعه الا ربع بتستوي بالشكل ده. بس مش بقلب بقى كل شويه فيها، يعني مثلا تعدي نص ساعه الاولانيه وهو على ظهره كده، وبعدين بقلبه الربع ساعه الاخيره على بطنه ويستوي، وخلاص على كده بيكون السوا بتاعه خلاص اكتمل. اسيبه بقى يستوي براحته. خلاص الحمام بقى بتاعي استوى بالشكل الجميل ده وما فرقعش ولا اي حاجه خالص. هطلعه بقى في مصفى عشان يصفى وينزل كل الشوربه الزياده اللي فيه. معلش انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه سمنه بلدي على الرز بعد ما استوى قبل ما احشي الحمام. طبعا السمنه البلدي بتفرق كتير جدا في الطعم. هصفي بقى الحمام بتاعي كويس وبعدين انزل بيه في الزيت اللي هنحمر بيه. نيجي بقى نحمر الحمام. نجيب زيت يكون غزير، مش هتفرق بقى في طاسه تيفال او غير التيفال، المهم يكون الزيت بتاعنا كتير عشان الحمام بتاعنا يتحمر كويس. طبعا الزيت سخن كويس. انزل بقى بالحمام واسيبه بقى ياخد الوش الاولاني واقلبه بعد شويه. بس انا هغطي علشان طبعا انتوا عارفين الطرطشه بتاعت الزيت بتبقى صعبه جدا. نيجي بقى نشوف الحمام بتاعنا. اخد لون جميل قوي من الناحيه الثانيه. نقلبه بقى. طبعا نخلي بالنا واحنا بنقليه علشان هو طرطشته صعبه جدا. شايفين لونه الجميل؟ لونه جميل جدا. اتحمر كله زي بعض علشان الزيت بتاعنا كتير، فحمره كله زي بعض. هحمر بقى الجنب التاني واطلعه وراجع. خلاص حبايبي بقى الحمام بتاعنا استوى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده.
كله بقى لون واحد علشان الزيت بتاعنا كان كتير. طبعا الحمامه الاخيره دي بس الوحيده اللي فرقعت علشان الرز بتاعها كان كتير، وكمان الجلد بتاعها كان مقطوع. شايفين الجمال بقى؟ عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ان اذا كانت عجبتكم او لا، ولو عجبتكم بقى اكتبوا لي في الكومنتس عشان انا بفرح جدا جدا لما بتقولوا لي في الكومنتات ان هي حلوه جدا. وهقدم بقى معاها الرز ده. طبعا دول كانوا باقيين من الحمام فسويتهم شويه واقدمهم معاه. هوريكم برضو الحمام قد ايه مستوي من جوه. شايفين الرز بتاعه كله استوى ومفلفل مش معجن. اتمنى حبايبي المره الثانيه انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بقى لايك وشير كتير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي اول مره يشوفني. اشوفكم في وصفات ثانيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.